السلام عليكم واهلا وسهلا بكم عندي في القناة. القصة ديالنا اليوم على الفنانة حبيبة محمد سعيد سالم، من مواليد 1976. تزادت وكبرت في مصر، بالضبط في محافظة الجيزة. من صغرها وهي كتحلم انها تكون ممثلة مشهورة، وكان عزيز عليها تفرج في الافلام والمسلسلات. وفعلا ملي وصلت ل20 عام دخلت لعالم الفن والشهرة، وشاركت في بزاف ديال الافلام والمسرحيات والمسلسلات، من بيناتهم فيلم رجل مهم جدا، ومسرحية بهلول في اسطنبول، وفيلم شباب تيك أوي، وفيلم كان يوم حبك. في عام 1998 توجهت حبيبة لإسطنبول باش تعرض مسرحية بهلول في اسطنبول مع نجوم اخرين مثل سمير غانم اللي ادى دور البطولة مع إلهام شاهين وممثلين اخرين معاهم. وهما كيعرضوا المسرحية كان من بين الحضور شاب قطري اللي الاسم ديالو عطاء الله جعفر، وهذا الشاب كان من بين الأغنياء في قطر. هو رجل أعمال كبير وعنده بزاف ديال الشركات، وهو كيتفرج في ديك المسرحية شاف حبيبة وعجباته من أول نظرة. ايوا هذا اللي كيقولوا ليه حب من أول نظرة. المهم من بعد ما سالت المسرحية مشى عطاء الله عند حبيبة وصرحها بأنه معجب بها، ومن بعد ما دازت مدة قصيرة عرض عليها الزواج. في الأول حبيبة استغربت من السرعة ديالو في طلب الزواج، ولكن حيت حتى هي كانت كتبادلوا نفس الإعجاب والشعور وافقت على الطلب ديالو، واتفقوا باش يكون الزواج ديالهم في السر وما يعرف حتى واحد من غير عائلتها هي والعائلة ديالو هو. فعلا تزوجوا ودوزوا الأيام الأولى ديالهم في سعادة، حتى دازت 4 شهور. وحيت عطاء الله طبيعة الخدمة ديالو فيها السفر بزاف وكان كيغيب على حبيبة مدة طويلة، ولكن هي متفهماه وراضية على هكاك، حيت حتى هي كانت خدامة كتصور الأفلام ديالها. يعني بجوج بهم اتفقوا على هذا الشيء من الأول وراضيين عليه. في عام 1998 بالضبط في رمضان كانت حبيبة كتوجد الفطور، شوية كتفاجئ بالبوليس دايرين دارها ومحاصرينها. ملي خرجت عندهم داوها معاهم وهي ما فاهمه علاش ولا اشنو دارت. ملي وصلوا لقسم الشرطه غيصدموها بانهم لقاو الزوج ديالها مقتول في وحده من الشقق ديالو، وانه مقتول ب 12 يوم عاد لقاو الجثه ديالو، وان غير الجيران اللي ساكنين حداه هما اللي شموا الريحه خانزه حشاكم كتخرج من دارو وعلموا الشرطه. ملي وصلت الشرطه لعين المكان لقاو الجثه ديالو في بيت النعاس. المهم غير عرفوا المحققين بأنه مزوج بالممثلة حبيبة زواج عرفي، حطوها هي المشتبه به الرئيسي. ملي جابوها داروا معها استجواب. في الأول ما اعترفتش بالتهم اللي متوجه لها، ولكن من بعد ما ضغطوا عليها المحققين اعترفت في الأخير أنها هي اللي قتلت الزوج ديالها وطعناته 30 طعنة. من بعدها خدت الشرطة حبيبة للشقة ديال راجلها ومثلت لهم الجريمة كيفاش ارتكبتها. في الأخير حكمت عليها المحكمة ب10 سنين ديال الحبس من بعد ما تبتت عليها الجريمة. وكل شيء كان مقتنع باللي حبيبة هي اللي قتلت راجلها، إلا عائلتها وعائلة راجلها قالوا أنه ما يمكنش تكون حبيبة هي اللي قتلت عطاء الله، حيت ما عمر كان بيناتهم ولو خلاف بسيط. وتاني حاجة عطاء الله كانت عنده واحد البنية جسمانية قوية، ومستحيل تكون حبيبة هي اللي قتلته. وأيضا ما كانش في الجسم ديالها حتى أثر ديال المقاومة، وأنه حتى إلا كانت هي اللي قتلته فأكيد غادي يكون شي واحد معاها في هذه الجريمة. ولكن الشرطة قالت باللي المتهم الرئيسي والوحيد هي حبيبة، ودوزت 5 سنين في الحبس. وديك المدة كاملة كانت كتقول باللي هي بريئة وما دارت والو، ولكن حتى واحد ما تيقها بسبب الاعترافات ديالها الأولى. وكانت كتعاني في الحبس بسبب المعاملة ديال بعض السجينات اللي كانوا كيعاملوها بقسوة وكيعيطوا عليها بالقاتلة، ودائما كتقول لهم باللي هي بريئة، وأنهم لفقوا لها هذه التهمة، وأن الشرطة عذبوها وضربوها وجوعوها لمدة 8 أيام وهددوها بالاغتصاب إلى ما اعترفتش بالجريمة، وأنها اعترفت غير حيت خافت منهم. وأيضا فاش مثلات الجريمة دارت غير داكشي اللي كيقولوا ليها هما. في سنة 2004 اتصل واحد البائع ديال المجوهرات بالشرطة وقال لهم باللي واحد الراجل جاب واحد الساعة كتسوى آلاف الدولارات بغى يبيعها غير ب500 جنيه فقط. هنا البائع شك في أن الساعة مسروقة وتواصل مع الشرطة. من بعد ما فحصوها وتبعوا الرقم التسلسلي ديالها اتضح لهم أن الساعة للشاب القطري عطاء الله جعفر. من بعد ما تأكدوا من هذه المعلومات تحركوا المحل ديال المجوهرات ولقاو القبض على الرجل اللي بغى يبيع الساعة اللي الاسم ديالو صابر. ومن أول سؤال توجه ليه على الساعة أشنو كانت كدير عندك وفين لقيتيها اعترف ليهم بكل شيء، وقال أنه هو الشريك ديالو عبد المقصود كانوا كيراقبوا عطاء الله لمدة طويلة
حيت عرفوه رجل غني وعنده بزاف ديال الفلوس والحوايج الغاليين، وقالوا انه في واحد النهار كانوا واقفين حدا دارو. ملي شافوه طلع للدار تسناو واحد شويه وطلعوا تبعوه، دقوا الباب غير هو حليهم وبدون اي مقدمات بداو كيطعنوا فيه حتى طاح جثه هامده. من بعدها سرقوا ليه الفلوس والساعات والمجوهرات، المهم اي حاجه بانت لهم في الدار غاليه هزوها. من بعدها نقاو الدار من الاثار والبصمات ديالهم ومشاو، واتفقوا انهم ما يتصرفوا في الفلوس وما يبيعوا حتى حاجه حتى تهدل الامور وتنسى القضيه. ولكن تفاجئوا من بعد بالقضيه لبساتها واحد الممثله اللي هي مرات الرجل الغني اللي قتلوه، وتفاجئوا انهم خرجوا من القضيه وحتى واحد ما شك فيهم. بعدها اتفقوا باش كل واحد فيهم يتصرف داكشي اللي عنده. بحكم ان حبيبه كانت ممثله معروفه، القضيه ديالتها دارت ضجه في مصر، والصحف والقنوات التلفزية كل شيء كان كيهضر عليها. من بعد ما شدوا المجرمين الحقيقيين لهذه الجريمة انتشر الخبر في مصر، وعائلة حبيبة غير سمعوا بهذا الشيء مشاو لعندها للحبس وقالوا لها كل شيء. وحيت هي دوزات 5 سنين في الحبس وعيات ما تقول لهم بلي هي مظلومة وحتى واحد ما كان بغى يتيقها، يأسات وقالت مستحيل نخرج من هنا. واخا قالوا لها عائلتها بلي شدوا هذوك اللي داروا الجريمة وقريب تخرجي، ولكن هي ما تيقاتهمش. من بعد جات عندها واحد السجينه عطاتها واحد الصحيفه وقالت لها فرحي راكي غتخرجي. شدت حبيبه الصحيفه وبقات كتشوف فيها وكتبكي، لانها شافت بزاف ديال الصحف وكلهم كيقولوا حبيبه القاتله. وفرحات ملي شافت ديك الصحيفه مكتوبه فيها حبيبه مظلومه وانها اعترفت تحت التهديد والتعذيب. من بعد فوجئت بواحده من الزميلات المسجونات بتنده عليا وبتقولي حبيبه مسكوا اللي قتلوا جوزك. فطبعا انا افتكرتها بتهزر، فجابت لي جورنال وقريته، ما بقتش مصدقه، بقيت اعيط واضحك وبقيت في حاله يعني من مختلفه المشاعر مختلفه الاحاسيس، ما بقتش عارفه انا بعمل ايه يعني. من بعدها خرجت حبيبة من الحبس، والناس كاملين كانوا كيطلبوها باش تخرج وتقول لهم اشنو وقع ليها في ديك الليلة ملي داتها الشرطة. هنا غادي نخليكم مع هذا المقطع باش تسمعوا اشنو قالت حبيبة على هذيك الليلة. انا ايه اللي خلاني اعترف بحاجة واروح لحبل المشنقة برجلي؟ يعني اعترفتي انك قتلتي؟ ايوه اعترفت طبعا تحت التعذيب. تحت التعذيب. عملوا معاكي؟ انا هم جم خدوني من البيت، من بيتي يعني، واحنا بنفطر يوم 1 رمضان سنه 98. عايزين نفك البيت تاني. انا يعني في حاجه بسرعه كده او هنخلصها يعني ترجع البيت تاني. نزلت من هنا ما رجعتش. اولا نزلت متغميه عشان ما اعرفش انا فين. مامتي مش عارفه انا فين. محدش من عيلتي عارف حاجه عني. كنت كل اللي انا فاكراه ان انا بخش كده يعني حتت زي اخش يمين في شمال ده اللي انا فاكراه. وبعد كده اول ما فتحت عينيا طبعا انا قاعده على كرسي ب3 رجلين بس ومتكتفه. انت عارفه خدوكي ليه؟ ما اعرفش، ما حدش قال لي على حاجه. ما كنتيش تعرفي ان زوجك اتقتل؟ لا ما كنتش اعرف. فجاه لقيت بقى كم من الرجاله يعني كلهم ما حدش فيهم كان لابس لبس ظابط. ابتدوا بقى الشتايم، الاهانات. لما سالوني انت قتلتي جوزك؟ قلت له اكيد. جوزك كان دبلوماسي عربي. قلت له انت اكيد يعني غلط. انا كنت بصور السيره الهلاليه مع الاستاذ مجدي ابو عميره، فبقول له انا كنت بفطر عشان البس اصور. قتل ايه واللي انت بتقوله ده ايه وانتوا جايبيني هنا ليه؟ انا اول ما قلت جايبيني هنا ليه لقيت الدنيا سودة بقى. ضرب بقى واهانه. الكرسي طبعا اللي ب3 رجلين ده يحسسوني ان انا هقع. واحد يشيلني، حد كبير كده يشيلني فوق ويرزعني في الارض بقوه يعني. مفيش رحمه. اللي انا عايزه اقوله يعني الاحساس اللي انا بحكيه دلوقتي ده محدش يقدر يحسه ولا الا اللي شافه. احساس صعب. لما البني ادم يشتم بامه وابوه، ليه انت ليه يعني مين اداك الحق انك تشتمني؟ مين اداك الحق انك تهين جوزي وهو يعني جوزي ميت الله يرحمه؟ يقول لي هو كلب وراح؟ ايه كلب وراح دي؟ تهديد بهتك الارض. هو ده
اللي خلاني خفتي. طبعا. ده اللي خلاك طبعاً. قلت له ما تمسكونيش بس انا قتلت. اكتب اللي انت عايزه وهمضيلك عليه، بس محدش يلمسني. بس ده كان اهم شيء. يعني كنت استحملت الضرب، استحملت الاهانه، ما كنتش هستحمل ده. فقلت له اكتب اللي انت عايزه. كتب المحضر، قال لي مش ده محامي ب3 مليم هيطلعك. محامي 3 مليم هيطلعك. دفاع عن النفس. كتب المحضر ومضيت عليه. انت عارفه ان انت ساعه لما مضيتي كان ممكن تاخدي اعدام. 8 ايام اللي قضيتهم في القسم بال5 سنين بص بال 12 سنه اللي بنتكلم فيهم دلوقتي لغايه اليوم ده. ال8 ايام دول يعني كل اللي حصل بعد يكون تاني. يعني هو ده الاساس. التعذيب في الاسم. طبعا انا كنت في رمضان كان ايديا متكلبشه في مكتب. تمام. والعسكري هو اللي بيوكلني. ازاي؟ ان مش عايزه يعني اقول لك ان عسكري ممكن يدخلني الحمام، ده ينفع؟ معقوله؟ ده حصل. حبيبة من بعد ما اعترفوا المجرمين الحقيقيين نقضات الحكم اللي كان عليها وبرؤوها وحكموا على المجرمين ب15 سنة. وأما الضابط اللي هددها باش تعترف حكموا عليه ب6 شهور ديال الحبس ووقفوه من خدمته لمدة سنة كاملة. وفي عام 2012 عوضوا حبيبة بمبلغ 1,000,000 جنيه مصري. ولكن واخا عوضوها بداك المبلغ الكبير فهاد الشيء ما غاديش يعوضها ب5 سنين اللي مشات من عمرها، وما غاديش يعوضها على الايامات اللي تعذبات فيها. وكتقول ان بزاف د الناس غادي يبان ليهم هاد المبلغ كبير، ولكن انا ما كيسوى والو في النظر ديالي، وحتى حاجه ما غتعوضني على داكشي اللي داز عليا. وصلنا النهايه ديال القصه، كنتمنى تعجبكم، والى عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك وتشاركوا معايا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وشكرا، مع السلامه.